السلام عليكم ورحمة الله وبركاته حبايبي إن شاء الله. النهاردة هنعمل وصفة جميلة جدا جدا جدا، واللي يعرف النوع الحلوى ديت من أنه بلد جزائرية أو هندية يقول لي إن شاء الله في التعليقات. اقتصادية جدا يا حبايب قلبي، وبتدوب في البق دوبان كده بدون بيض وبدون حليب وبدون فرن وبدون حاجات كتير جدا جدا. إن شاء الله مكوناتها موجودة في كل بيت، والنتيجة تحفة 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 سريعة إن شاء الله. قبل ما يجيلك الضيف هتكوني عملتيها في 10 دقايق بالظبط، او ولادك عاوزين حاجه حلوه وما عندكيش هتقومي تعمليها سهله جدا جدا، وان شاء الله هتلاقي كل مكوناتها. هنبدا اول حاجه في وصفتنا. هنعمل الشربات. عشان لازم يكون، لان لازم الشربات يكون تقيل وبارد معانا. 2 مج من السكر، ويا ريت نوحد المج لكل المكونات. هنضيف عليهم مج ونص من الميه عاديه جدا من الفلتر، وعليهم عصره نص ليمونه. ومعانا الفانيليا، هنشوف هنحطها فين، مش هنحطها دلوقتي خالص. هندوب بقدر المستطاع وما نحاولش يعني ندوب جامد، عشان حبيبات السكر ما تجيش على الاطراف كده والشربات يسكر معانا. دي من اسباب ان الشربات بيسكر ان احنا بنقلب جامد. وهنيجي كده يا حبايب قلبي اول ما يغلي ان شاء الله، من اول من الغليان من 8 ل 10 دقايق ان شاء الله غليان. اجيب معايا مج كده، عشان البلورات اللي بتطلع ديت هي دي بتبقى سبب برضو من اسباب تسكير ان الشربات بيسكر معايا. بالفرشه كده وبالله الجوانب او الاحرف بتاع الكسرولة كده هيبقى جميل جدا. اول قبل ما اطفي بثواني اضيف كده الفانيليا واطفي خلاص كده يا حبايب قلبي. يا ريت يا ريت اللي اول مره يشوفني ما ينسانيش من الاشتراك في القناه والضغط على زر الجرس وكومنت حلو يا حبايب قلبي واللايك. هنبدا بقى كده المكونات الجافه بتاعتنا. نص المج من لا اله الا الله، من سميد البسبوسه الخام اللي بدون اي اضافات. هنضيف عليهم معلقه كبيره هرميه من النشا. 2 مج من الدقيق المتعدد الاستخدامات. معلقه صغيره من السكر، ما نكترش السكر عشان الحلويات ما تاخدش معانا لون بسرعه. وهضيف ذره من الملح، وهضيف معلقه صغيره من البيكنج باودر برضو يا حبيب قلبي. احنا مش، وهنضيف معلقه كده وهنضيف عليها ذره من الملح. وهضيف تلت كوبايه من السمنه اللي هي المذابه. ومعايا هنا باكت او 2 من الفانيليا، بتفرق جدا جدا يا حبايبي. وبس كل المكونات الجافه ديت مع بعض كويس جدا جدا لما تبقى شكل الرمله المبلوله معايا بالشكل ده. لو ضغطت عليها تتماسك، ولما المسها بصوابعي كده بتتفك تاني قوام. ومعايا بنفس المج برضو ميه عاديه جدا من الفلتر. اضيف كده حبه حبه يا حبايبي، اضيف الاول كده ربع، واضيف بقى كده معلقتين بمعلقتين، عشان الدقيق والسميد بيختلف من نوع للتاني في امتصاصه للسوائل. اعجن كده يا حبايب قلبي بهدوء كده، واحط كده معلقه بمعلقه بعد ما اجمع المكونات الجافه بالشكل ده. ما استعجلش واضيف الميه كلها، لان مش في نوع ممكن ياخد مج الا ربع، وفي نوع ممكن ياخد مج، وممكن نوع ياخد مج ومعلقه. انا دعجنت كده، واتفضل معايا من ربع ربع كوب من الميه بعد كل المكونات ما اتلمت معايا بالشكل ده. والعجينه دي يا حبايب قلبي بتبقى متماسكه، عشان لو لينه هتبوظ معانا، ولو زياده عن اللزوم بتشقق برضو مش هتبقى حلوه ابدا معانا. ونشوف يا حبايب قلبي العجينه ديت ما بيبقاش لها عرق نتيجه للسميد. ما بيعملش العجينه دي عرق، خفيف جدا جدا لان فيها طبعا دقيق بس خفيف عشان السميد معانا. عجناها كويس يا حبيب قلبي، ما بتخمرش، بس بنلفها كده في كيس نايلون او كيس تلاجة، ونسيبها ترتاح 5 دقايق، ونجيب كده المفرش بتاعنا. ونقسم العجينة ديت نصين. لو عندك المكان متاح ممكن تفرديها مرة واحدة، ونحطها اول ما نشيل كده النص نلفه كويس جدا، نكوره ونحطه في كيس تلاجة. ونبدأ نفرد الجزء التاني معانا بالشكل ده بقدر المستطاع، بالطريقة اللي تريحك، وما يكونش سميكة قوي وما يكونش طبعا رقيقة زيادة عن اللزوم. احنا عاوزينها تكون جميلة كده بتقطم معانا وبتدوب، وفي نفس الوقت مقرمشة من بره. اي قطعة عندك بقى كده على اي شكل بتحبيه، واي قطعة عندك بتفضليها. لو ما عندكش خالص بغطا برطمان هتقطعيها وتشكلها وتبقى زي العسل من ايديك الحلوين يا حبايبي. بالشكل ده هنشكل كل الكمية معانا. وبالقطاعة دي كده انا حبيت القلب ده بصراحة جميل جدا. عسول كده بيطلع نتيجته جميلة قوي قوي. ولو في مكان كده ممكن اقلب القطاعة معايا واخد كل بقدر المستطاع اكبر كمية من الاشكال معايا. والزيادات ديت يا حبايب قلبي بنشيلها وبنكورها كويس جدا ونحطها ترتاح، وبنرجع نشكلها تاني. واجيب كده عود من الشيش الطاووق او اي حاجه متاحه عندي. لو عود شيش طاووق مش بالناحيه المدببه، بالعكس كده عشان تديني الاشكال الجميله ديت بصراحه شكل. وفي نفس الوقت عشان انا مش عايزه الحلوه ديت تنتفخ معايا، هي هتنتفخ وهتنفش بطريقه جميله جدا جدا، بس مش هتفصل وتعمل رقين لا.
بالشكل ده جميلة جدًا يا حبايبي. هنفرد برضه الجزء التاني بنفس الشكل ونقطّعه بنفس القطاعة. عاوزة تشكّلي بقى كده براحتك خالص، شكل قوالب، قلوب، نجوم، براحتك خالص، خالص، خالص. ده حاجة في إيدِك أنتِ، كل اللي هتعمليه هيبقى زي العسل من إيديكِ لحبايبِك إن شاء الله. كل أمّا أشيل الجزء يا حبايبي قلبي الزايد ألفّه قوام في كيس تلاجة بالشكل ده، وأحط الكمية اللي أنا شكلتها على صينية، وأبدأ أشكّلها كده بالعودة شيش وأغطّيها قوام عشان ما تنشفش معايا أو تعمل قشرة. وما بنرميش أي حاجة خالص من العجينة لآخر قطعة صغيرة خالص كده هنشوفها مع بعض. هنعملها عسولة كده وكيوت جميلة، 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 ما بتترميش أبدًا يا حبايبي. حبيت برضه أشكّل شوية معاكم الشكل الدائري ده عشان إيه، نثبت لبعض إن إحنا يعني ممكن نشكّلها بأي شكل إحنا حابينه. وغطا برطمان هيكفي وهيقوم بالغرض ويبقى زي العسل من إيديكم الحلوين. طبعًا أنا مليت الصينية وهابدأ كده أشكِّل الجزء الباقي هنا على الطبق معايا. اللهم بارك، ادّتني كمية جميلة جدًا، جدًا، والنتيجة فوق التحفة. اللهم بارك، تحفة، 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 وغير مكلفة خالص. هنا جِبت صينية معايا صغيرة كده عشان أنا عاوزة الزيت يبقى غزير، وما استهلكش كمية زيت كتير. هي ما بتشربش زيت خالص، خالص. وطبعًا الشربات ده معايا هاختبر الزيت لمّا سِخن كده. لو لسه بارد أوي ما اضيفش بقى تاني كمية الحلوى اللي معايا. لقيته تمام، ما لا عاوزة النار تكون سخنة، الزيت يكون بيغلي أوي والنار ما تكونش عالية زيادة عن اللزوم وما تكونش واطية. هي إن شاء الله تكون يعني في الوسط كده، ما ي يعني جميلة ممتازة. وأول ما نحطها ما نقلبهاش على طول عشان ما تتفتفتش معانا. هي إن شاء الله مش هتفتفت وهتبقى زي العسل. وبعد ما تاخد لون أصفر خفيف كده من تحت أبدأ أقلبها، وبعد شوية كده ألفّفها كده بالشكل ده أو أقلّب فيها باستمرار عشان يبقى تاخد لون موحّد معايا. تحفة يا حبايب قلبي، ما شاء الله اللهم بارك. وبالشكل ده أخلّي النار على الهادي. أنا كده باقول لكم نهدّي النار شوية عشان اللون ما يتلهيش معايا، بحيث إن هي تستوي معايا من برّه ومن جوّه، تبقى من برّه مقرمشة ومن جوّه بتدوب دوبان كده اللهم بارك. وده الشربات يا حبايب قلبي. لو عاوزاه كده تمام. أنا حبّيت إن أنا أضيف له نقطتين من اللون الأصفر الغذائي الصحّي بالشكل ده. ما أنتِش عايزاه أو مش متاح عندِك، ما فيش أي مشاكل. كل حاجة هتعمليها هتكون زي العسل من إيديكِ. والجزء اللي أشيله ما احطش المقصوصة بتاعة الزيت في الشربات ولا بتاعة الشربات في الزيت. أكون جنبي كده أي طبق أو أي صينية على البوتاجاز أحط فيها الشايلتين، واحدة للشربات وواحدة للزيت، عشان ما ينفعش بتاعة الشربات لو حطيتها في الزيت، طبعًا الزيت ده هيتحرق، الشربات هيتحرق وهيبوظ معايا تمامًا. أنا كده خلّصت الكمية وبنفس الزيت تحفة، ولأنها ما بتشربش زيت خالص، خالص يا حبايبي. اللهم بارك، تحفة، تحفة، تحفة. إن شاء الله يعني الكمية مرضية جدًا، وبصراحة اللهم بارك ما باتتش يعني. اللهم بارك بالصحة والراحة على قلوبكم جميعًا. تعملوها كده وتتهنوا بيها. شايفين يا حبايب قلبي؟ وما نغمّقش اللون أوي في الزيت عشان هي بتتحط في الشربات بتغمقي درجة أو درجتين كده بالشكل ده. نطلّعها اللون الدهبي التحفة ده، وفي نفس الوقت هي كده، كده مستوية، السمك بتاعها جميل، الزيت وسط. اللهم بارك. نحطها في الشربات ونسيبها ما نطلّعهاش من الشربات إلا قبل ما نطلّع الدور التاني مباشرةً، عشان تشرب كده من برّه ومن جوّه شربات تحفة، تحفة، تحفة. اللهم بارك. بالصحة والراحة على قلوبهم اللي أكلوها وعلى قلوبكم يا رب تعملوها. تحفة. شايفين الشكل يا حبايب قلبي؟ كيوت وعسول، قمر، قمر، قمر كده. إن شاء الله يا حبايب قلبي يا رب تعملوها وتجربوها كده. واللي يعرف اسم الحلوى ديّة ما يقول لي في الكومنتات كده، وما ينسانيش من دعوة حلوة والصلاة على الرسول صلى الله عليه وسلم. وتزينوها بأي حاجة متاحة عندكم. أنا زينتها بالفستق الكداب، ممكن سوداني مجروش، ممكن جوزة الهند، أي حاجة عندكم بقى كده اللهم بارك. تحفة، تحفة يا حبايب قلبي. إن شاء الله كده تقولوا لي رأيكم في الكومنتات. ما تنسونيش من دعوة حلوة والصلاة على الرسول صلى الله عليه وسلم، والدعاء لاخواتنا بالنصر والتمكين، وكلمة حلوة كده ودعوة حلوة من القلب الطيب اللي زي قلوبكم كلكم كده. شايفين يا حبايب قلبي؟ تحفة، تحفة، اللهم بارك، خطيرة. ولو عاوزين من الحلويات ديّة قولوا لي إن شاء الله نعمل مع بعض حاجات كتير جدًا، جدًا بالشكل ده. إن شاء الله يا حبايب قلبي تعملوها وتجربوها كده وبالصحة والراحة على قلوبكم. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. تحفة جدًا، خطيرة.